بتدور على مصادر طبيعية للأوميجا 3 بس في نفس الوقت ما بتحبش الأسماك الدهنية وانت نباتي وبتدور على مصادر نباتية للكالسيوم، كل ده موجود في بذور الشيا. خليك معايا لنهاية الفيديو عشان تعرف أكتر عن فوائد بذور الشيا وإزاي نستخدمها. أنا دكتورة ساندي العسال وده ABC تغذية. هذا الفيديو برعاية إليت للترجمة، وكالة ترجمة معتمدة بالمملكة. بذور الشيا مليانة فوائد لأنها بتحتوي على كمية ألياف أعلى من معظم الحبوب والبقول، والمعلقة الكبيرة بتحتوي على 69 كالوري و2.3 جرام من البروتين و6 جرام من الكربوهيدرات و4.9 جرام من الألياف و84 ملي جرام من الكالسيوم وفيتامينز كتير زي فيتامين B1 وB2 وB3 وسيلينيوم وفسفور وحديد ومغنيسيوم، ولأن عندها قدرة على امتصاص السوائل 15 مرة أكتر من وزنها وبتكون جل فبتبطئ الهضم وتحسسك بالشبع وتساعدك في نزول الوزن. وفي دراسة اتعملت على مجموعة من السيدات كانوا بيستهلكوا في اليوم 15 جرام من الشيا لمدة شهر، ووجدوا ان في نهاية الشهر محيط الخصر للسيدات قل حتى لو ما حصلش نزول في الوزن. ومش بس كده، بذور الشيا بتحافظ على صحة الجهاز الهضمي وبتساعدك في علاج الامساك وهتحسن من مستوى سكر الدم وتزود من حساسية الانسولين، وكمان بتقلل من ضغط الدم لانها غنية بالبوتاسيوم. واهم شيء في بذور الشيا ان فيها كمية كبيرة من الاوميجا 3 اللي بتزود الكوليسترول النافع ال HDL وتقلل من الكوليسترول الضار ال LDL، وبتقلل من الالتهابات في الجسم فبتحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية والتهابات المفاصل. وبالنسبة لأن بذور الشيا بتحتوي على مضادات للأكسدة ومن ضمنها السيلينيوم والبيتا كاروتين والبوليفينول والايزوفلافونز، فبتحمي الجسم من الشوارد الحرة وبتحسن من نضارة البشرة ورطوبتها وبتأخر من ظهور التجاعيد. وبالنسبة للرياضيين بتساعدهم في سرعة التشافي للعضلات وبتزود كمان من نشاط الغدة الدرقية، ونقدر نستخدمها في اليوم لغاية 2.5 معلقة كبار. ازاي نستخدمها بقى؟ يفضل ان احنا نبدأ بمعلقة صغيرة عشان نتأكد ان ما عندناش حساسية، وبعد كده نبتدي نزود في الكمية لغاية ما نوصل ل2.5 معلقة. وافضل طريقة للاستخدام هي النقع، او ممكن تطحنها او نستخدمها كاملة جافة زي ما هي، لكن لازم نشرب معاها كوباية مية على الاقل لان هي ممكن تلزق في سقف الحلق او اللي بالعوم وتسبب اختناق لانها بتزيد جدا في الحجم. ويفضل ان احنا نخزنها في برطمان مقفول في التلاجة او في الفريزر. لو استفدت من الفيديو بليز لايك وشير، ولو عندكم اي اسئلة اكتبولي في التعليقات.